يلا يا شقا روح انتن، يلا يا دوج روح انتن، يلا يا الهوى اللي اتمشى بيه انتن، يلا يلا هو هو هو. تعالي حبتي، تعالي مظنونتي، تعالي شحمة فؤادي انتي، مالش حبتي انتي بعيدة عني، ما تبغيني، نسيتيني، كي اهون عليش، كي اذا قلبش طاوعش، قلبي انا ما هيطاوعني حبتي. اوه تعالي حبتي، تعالي جلسي مع اختيش، اختيش مشتاقتنيش، جلسي حبابي. يلا 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 يلا، الله لا يحرمني منك ان شاء الله، الله لا يفرق بيني وبينك ان شاء الله، انتن اهلي وناسي واسيادي وتاج راسي. عجبتني هذه الكلمه، اقوم اغني لها شويه. انتن اهلي وناسي واسيادي وتاج راسي. واه عجبك يا سلو، بختك وبختك. اسمعك انك بتغني بهالاغوازي هاي، بتغني نعم. سامحيني حبتي، سامحيني ما شفتش، غفلت عنك من اسمعها. تعالي انضمي مع خواتك. يلا يلا. ايش هذا الريحة، ايش هذا الريحة، مسك وعنبر وياسمين وياس وفل وكذا. نعم لو الود ودي شيء اتبخر بهن. نعم اتبخر بهن، اتبخر بهن، وما نبغى ما اتبخر بهن وازي شيء. اقوم اتبخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بخر سلوم ابوي، بخر بخر. ها يلا 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 يلا، ريحة مسك وياسمين وعنبر. اتبخر. بابي 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 واحد شفت زين. جا تشيمك هذيك دقيقة وجايته. لا اله الا الله. وين الحشرة؟ حشرة كيف يعني هذه؟ ها وانت مو مجلس انك طول هذا الوقت في الحجرة؟ الله اكبر عليكم ان شاء الله. قطعتوا علي خلوتي. هم هذيل اللي يسموهم العواذل، هم نعم ما حد غيرهم. نعم يا ذات القلب الرهيف، وعمو يسميني. انت ودر عنك تو هذا الكلام. تعال انا باغتنك في سالفة. باغتني في سالفة؟ كنا بنحسن سوالفها. ام سعيدة سالفة. ها مو هناك؟ سمعتك انك تقول شيء، خير سمعنا شيء. لا ابدا يا ام سعيدة. انا قصدي اقول شيء. ايه؟ ان ننتهي الخير والبركة بس. طيب انزين اقول لك سلوم، تعرفنا احنا هالايام ايام عرس، والين تو المصاريف مال العرس والاغراض ما وفيناها. اي سلوم. تو انا قاسها كلمة مالك صاد على ذاك الجانب. ايه على يكون كلامي انا ما عاجبنك. لا ام سعيدة، ما هذا هو القصد. القصد ما فيه اني انا سمع ثقيل شويه وما اسمع الا بهذا الذنا. خالد تفضلي هاك قولي بو عندي. زين يوم تكلمني قبل علي. قبلنا عليش؟ تو زين كذاك. انا جالسه اقول لك يا سلوم ان مصاريف العرس. سمعي يا ام سعيده، سمعيني زين. مصاريف العرس يتكفل فيه المعرس، اما انا شخصيا ما عندي ما اجد شيء. من هنا اجيبش. جلس يوم انا اتكلم. لا اله الا الله محمد رسول الله.
قلعتي لي يا ام سعيده بالتي هي احسن ما كان نسوي هذا. تستاهل تستاهل. نعم كل شويه وقفت كل شويه وقفت. يوم عندك كلام قوله وانت جالس. انا الكلام اللي بغيت اقوله ان تكاليف العرس يتكلف به سعيد بس. خلاص انتهت السالفه. والمعرس من ما ولد اخوك ما لازم تساعده. سمعي يا ام سعيده ولد اخوي ما ولد اخوي انا هذا الكلام ما يمشي علي. مساله فيها فلوس انا ما اعرف حد. فهمتي؟ قصدي اقول يا ام سعيده اني انا ما عندي شيء، ما اجد شيء حافي على الحديده. ليش ما تفهمين الله يديش؟ سلوم انت تعرف المصاريف اللي لازمه على العرس. انا ما اعرف المصاريف اللي لازمه على العرس وما ابغى اعرف. وانا اقول لك انت لازم تعرف. كيف يعني؟ المساله مساله عناد؟ اذا كان مساله عناد تكلمي، لكن انا قلت لك تراني اني السوالف ما بعرفها. وانا اقول لازم تعرف. ما لازم ما لازم لازم تعرف. ام سعيده انت مصممه؟ نعم مصممه انك تعرف. زين عليك ام سعيده شيء ما كان في شيء شوي علي. خير ما انا عروسة زعلانة. ما فيني شيء وحدي. كيف ما في شيء يا بنتي؟ كيف ضمي على امك وابوك والله الصراحة ما اعرف ايش اقول لك. لا انا عارفة شو قاعدة تقولي انت. انا عارفة حالتك هذه اليومين. عارفة قاعدة افكر في حياة جديدة اللي بتكون بيت سعيد. أريد الكلام وحدي أستحي. لا حاجة أستحي الله يزيد. سعيد ولد عمك هو الولد وأنت تريدين وبعدين أظني البنت الوحيدة اللي الخال أريده بصراحة. بس أبوي أنا خلافي سمعت يوم بتكلمي أبوي وخلى الله يساعد سعيد. لا ابدا سحاش بالشغل بس. هنا وقف وقفت اني وقف. لا قصدي بس لا تفضل خير ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. حاضر. اللي فكر فيه على الله يا اخوي مصاري الزواج. كل يوم اخبار جديده. انت بعدك على باب الله يا اخوي يا سعيد. بعدك ما شفت شيء من مصاريف الزواج. تسالني انا هذه ايام ما تتنسي ابدا. بعدك بعيد. يعني يفهم من كلامك
ان في اشياء كثيره بعدني ما شفتها. طبعا بعدك ما شفت شيء. ايش اللي ضحكك؟ اللي ضحكني ان الزواج جنون، واللي باغي يتزوج مجنون. انت اللي مجنون. احنا الحين جالسين نتكلم عن مصاريف الزواج، ما عن الزواج نفسه. نفس الشيء، مصاريف العرس يعني الزواج، والزواج قيد وسجن مؤبد. ما في أجمل من حياة الحرية، لا حد يسألك وين رايح وين جاي، على كيفك، لا تضيع فلوسك في مهر وأثاث وإيجار وبيت إلى آخره. لو كل واحد فكر تفكيرك هذا كان ما حد يتزوج. سعيد مالك؟ أشوفك جالس تفكر. ايش تريدني اقول يا عبد الله؟ لا يكون بس أمين أثر عليك بكلامه. لا ابدا، ليك وجهة نظر وهو حر فيها. وغلطان في وجهة نظره، نعم غلطان. الزواج راحة نفسية واستقرار. خذ الكلام هذا من إنسان متزوج وعن تجربة، خلي هذا ما تسمع كلامه. عموما انا اريد ايام العرس هاي تنتهي على خير، والله كريم. سعيد، نعم. أنت استملكت ولا بعدك؟ لا بعدني، ان شاء الله قبل الدخله بيوم. جميل جميل. أقول لك سعيد، ترى في فرصة إنك تنقذ نفسك وتروح. امين، نعم. تعرف ان ما عندك سالفه وماسخ؟ اها، هي هذه الاخبار بو عندش. انزين، سمعت الغالية الاخبار بو عندي انا، تسمعي زين وفتح اثنينش هيك ذا باش. سمعي، الله يسلم حالش. تعرفي قارن سعيد؟ هي سعيد طلع المساكين حظه ماشي ابويا وين عمه سلوم. يا بيه سلوم ما تعرفيه؟ سلوم البخيل اللي مسماي الحافي. هي من غيره يقولوا وين المساكين مخسرنا اللي وراه واللي قدامه، ومخلنا كمان خبزه في ايدينا. اللي بيتزوجها وين اسمها سعيده، هي البنيه زينه كما يقول زوجي خلفان، وين سعيد بعد باغنها. لكن المساكين وين هذه الايام ما متهني. هي عندها ام، لكن امها المساكينه مو بتقدر تسوي، ماشيه بيدها حيله. من قصدي سعيد؟ سعيد وحليله يتيم المساكين، لا عنده ام ولا عنده اب، ماشي حيلته غير ذاك العم. ترى هو اللي مربينه وتوعد بيزوجه بنته. اقول جوخه يلا في مله في مله، بعدين اتصل فيش. مع السلامه. خير خلفان، مالك كذاك تشوف علي؟ جالس امتع نظري بطلعتك البهيه بشوفتك يا خديجه. مو قصدك خلفان؟ لا 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 لا، ما صارت هذه يا خديجه. طول ما انت جالسه تصفي على التليفون هذا ما صارت. 24 ساعه تتصلي، مره زيده، مره عبيده، مره فاطمه، مره مريم، 24 ساعه. ايش هذا؟ حشا، رحميني شويه، رحمي هالتليفون المسكين. يعني ايش قصدك؟ يعني انا ما من حقي اتهنى بالتليفون واتصل بصديقاتي وحياني وجيراني اسال عنهم؟ ما من حقي يعني؟ تهني بهالتليفون، تهني، اتصلي في كل حد، لكن عاد ما بكل وقت، ما بكل ساعه. الو فاطمه، وين رحتي انت اليوم السوق؟ ايش سويتي؟ الو مريم، ايش طابخين؟ ايش هذا؟ التليفون هذا للضروره وبس. اما هذه سالفه. انزين هذا التليفون اتهنى به، انا ما بنساه. خديجه انا ما قصدي انت تزعلي، يعني بصراحه انت غاليه علينا وعزيزه، لكن عاد خديجه فكري شويه، فكري ايش هالحال؟ هين نوك، هين رايح؟ رايح السوق، رايح المكتب. نعم خير، في شيء؟ هيوه سلامتك. بس اقول خلفان. نعم. وانت جاي جيب شيء معاك.
يلا ابوي حركوا يلا عاشوا عاشوا عاشوا. والله لو كنت اعرف ان الزواج فيها المخاسير هذه كان ما فكرت اتزوج. هاي حملوها زين وهذه حملوها. يلا 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 عاشوا عاشوا. ايه سامحني سامحني. ما تشوف انت ما تشوف. سامحني سامحني. بس عجب هالكلمه بتداويني انا بتداويني. روح عزي روح. بتداويني هالكلمه عجب. سامحني سامحني. واحد قابل على الزواج ويتكسر بعد ايش الفايده؟ هذه الدنيا تعيش كسرتني. اقصد حملوها في السياره ها. يلا ابوي يلا تحركوا خلصوا عندي شغل مستعجل. عاشوا 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 يلا تحرك انت تحرك. ابو ماجد كيف الحال ابو ماجد؟ ها سعيد خير شوفك هنا جالس ايش تسوي؟ جالس اسرق. ايش تسرق؟ ما ادري عنك انت الثاني بعد سؤالك غريب. ايش شو اللي جالس اسوي؟ واحد يحمل اغراضه في عز النهار في سياره، ايش يسوي يعني؟ اشتري. وانت خلاص بس ما حد يتسبب فيك؟ ايش مضايق انك خبر؟ من اللي اشوفه يا اخي الفال يا اخوي، من اللي اشوفه. يا ريال زين الحين انا عاد هاي ثاني مره اشوفك تحمل. لا وانت الصادق هاي ثالث مره. كل ما اروح بيت عم سلوم عمتي ام سعيد عطني لسته عريضه طويله لسامان العرس. ها شوف. تعال هذا راح بالاغراض. ما عليه يحيد البيت تراه. زين هاي مثل حمار الطويل. خلاص عرف المكان حفظه. سعيد نعم. دفعت مال الاغراض ولا ها؟ لا اعرف عنك انك يعني دفعت اللي قدرت عليه يا اخي الفال. بيني وبينك هالمصاريف بهدلتني والله بهدلتني. كل مره اتسلف من عم سلوم وهاي الديون وراي مهين ما اروح. الله يكون في عونك. زين اذا تحتاج شيء ولا شيء ترى اخوك سداد ما عليك الا تآمر ما يردك غير لسانك. آمر بس. احسنت اخوي احسنت ما تقصر يا اخي الفان خيرك سابق. يعطيك العافيه. والله اسمح لي الحين مستعجل بروح. بالحل تروح. ما خلك هذا؟ اسميه اللي يتزوج هالايام بيتورط. هذه حاله مثل حالة سعيد. الله يكون في عونك يا سيدي. عمي في زكمتي. يلا يا رب ترحمني يلا. سلوم مالك الله يهديك مريض ولا ايش؟ مو اقول لك يا حميد انا مريض وبس. انا مريض ومريض يا الله ان احس مصاريني تتقطع من داخلي. مو قايلني وليش عاد الله يهديك؟ اقول لك ايش ولا ايش يا حميد؟ اقول لك ايش ولا ايش؟ تقوم تغني لي لو انت؟ واش اسوي؟ انا اسالك مالك ايش فيك؟ الصداقه اللي بيننا يا ولد الحلال لها حق لازم نعرف. اكيد اكيد يا حميد اكيد. ما دام انك اخو صديق لازم اقول لك مساله زواج بنت سعيده من ولد اخوي سعيد مسوت لي مثل الامراض المعديه. مال هذه الدرجه عاد الله يهديك يا سلوم يا اخوي. ايه مال هذه الدرجه؟ ابوي حميد انت مو هم منك انت جالس ترسيك تبيع وتشتري. الشقه والتعب والمصاريف تطيح على راسي انا. اي نعم. تصدق يا حميد تصدق ومالك حلف علي نص الحله من جيش شكلها ببيتي. ايش هالبليه هذه مصابتني؟ علشان يساعدوكم يا سلوم. ترى هذا الزواج يا اخوي شل وحط. شل هذا وجيب هذا لابد منه. يا حميد ترى مالك الله يهديك لو انت ترى هاي مصاريف كلها تطيح على راسي انا. مصاريف على الرايحه وعلى الجاي. ايش هالبليه؟ البنيه زينه وعاجبتني وانا شايف انها من زمان وفؤادي في ايد البنيه. حميد مالك تهرطم؟ اسميك عاد انك مرتبش يا سلوم. اقول لك ايش ولا ايش يا حميد؟ اقول لك ايش ولا ايش؟ وعلي ما قادر اقول شيء. نعم صاريني متقطعه. تصدق ومالك حلف علي يا حميد؟ صادق. كل ما ام سعيده طلبت مني حاجه كأن القلب يتوقف شويه عندي. سلوم شوي على نفسك يا اخوي. ما تسوي في روحك كذاك. مالك انت الله يهديك كذاك. اقول سلوم ما دام ان المعرس يعني حالته الماديه متوسطه. هي لو تزوج بنتك حال واحد مقتدر غني يتحمل مسؤوليه الزواج ويريحك. ماشي احلى من هذا الكلام. كلامك زين يا حميد لكن تراني مو اسوي. نصيبها وانكتب لها. هذا نصيبها. انا قصدي يا ولد الحلال انك مالك تو انت الله يديسك. انت زدني غم فوق غمي. ما جالس تقصد لي وتقاصد لي. انا تراني ما فاضل لك. انا انسان عندي شغل. مالك لك الله يهديك. انا يا حميد جاي لك موضوع الارض وبس وساير عنك. ماله
واه قوي. مالك؟ مالك انت حميد كانك جنيت يكون. مالك سلوم الله يهديك؟ ها استريح استريح يا اخوي، قومت الدنيا وقلستها مره واحده، استريح. اشوفك يا حميد، هذا كلامك هذا يقهرني. نعم، ما قلت الله يهديك انا متحدث ببيتي تجي بعد تهلكني وتجيني غم فوق غمي. انا هذه الارض يا حميد تعبت عليها، ما حد مثلي تعب عليها لحد ما وافق صاحبه، وتوعد جاي تقول لي مالين؟ جنيت انت حميد انت. الارض موقعها ممتاز يا سلوم، وبتكون عليها عماره ان شاء الله. والله يا حميد يا اخوي، تبني فيها عماره، تبني فيها قصر، اتخطط المطار، ما يخصني بقى. انا اللي يخصني ابغى دلالتي، اللي علي سويته، عاد الباقي عليك انت. ان شاء الله. إيه. سلوم اقول سلوم. نعم. ايه خليك معي. ها يا الله. ها بعدك. بعدني؟ ما يكفيك؟ بعدك. اوه كانك طماع. بعدك. سلوم الله يهديك، عرفت مين؟ يا الله يا الله يا الله يا أما الأغراض اللي طلبتيهن حطيناهن في المطبخ. بيون الأغراض براسنهن سعيد. مشكور بقى، عقب اصير اشوفه. حتى أنا ساير بعد. على هين تعال هين ساير. ساير شوية شيمة ما ضر، لا ترسليني مكان بعد، عندي موعد مهم توبع الشباب وساير لهم زين؟ بس ما تتأخر. أوه أتأخر، المهم إني أطلع. يلا في امان الله. أهلا اهلا يا فهد. بود عمي سعيد. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كأنك طالع. طالع تراني، تفضل. زين اقول ابوك هني، اقصد عم سلوم موجود؟ لا طلع برا ما موجود والله. وامك؟ ما عمتي، اقصد عمتي ام سعيده موجوده؟ أمي؟ ايه أقصد عمتك أم سعيدة؟ ايه هي موجودة في المطبخ. توكل تفضل. توكل هلا. توكل ابوي توكل. أوه سعيدة عيد بقى على هين. عمتي ادور عليك والله، شفتك هناك ما حصلت علي، رحت بالناكه حلقت يمكن جالسني في الحجره ولا شيء. كيف حالك؟ تدور علي انا ولا؟ طبعا يا عمتي ادور على من يعني؟ ادور عليك الله يهديك. اقول احنا الحمد لله الاغراض المطلوبه ما ناقصنا شيء، الحمد لله كلها موجوده. والله يا عمتي ما تعرفين كيف جبتهن وايش سويت، ما تعرفين بس. يا ولدي الله يكون في عونك، وبعدين ايام وتعدي ان شاء الله. بس يا عمتي ابغى اقول يعني لا مثل المعرس اللي ما عنده حد يكون هو الضحيه، يتحمل كل شيء بنفسه، ما يستوي كذا بعد. اقول سعيد بقى، تبغاني اقول لك يعني في اشياء ناقصه؟ لا الله يخليك، لا ما اقدر يا عمتي، علي ديون وما قادر اشيلهن، وشويه امشي على عكاز مره بعكس. الله يجازي ابليسك، سوالفك ما تقوز عنها عرفك. سعيد مالك بقى؟ اشوفك تضرب شواط بعيونك خير. ما لا يا عمتي، يعني انا بغيت اقول ما راضي يطلع الكلام، ما راضي. بغيت اقول يعني عن الزواج هي عرفت انك مو باغي تقوله. سعيد بقى، نعم ايام ان شاء الله وتعدي على خير، وسعيده تكون عندك في البيت، لا تستعجل. يا ريت هذه الايام تمر بسرعه واشوف سعيده معي في البيت، يا ريت. عليك يا سراي كده جايه متاخره زي المعازيم. اعمل ايه؟ كان نفسي ابقى معاكي من اول النهار، لكن الشغل ما رضيش يديني اجازه. الله يكون في عونها، اصلا دايما كده ملبوخه ما بين الشغل وما بين العيال. عقبال يا رب ما اشوفك ملبوخه ب5 عيال. ان شاء الله يا اختي. الف مبروك يا دوكو، عقبال البكاري.
السلام عليكم حميد. حي الله سلوم. وعليكم السلام. طيبك. حياك الله. الله يسلمك ويعافيك. استريح استريح. اقول حميد، سمعت انك طالبيني في موضوع مهم خير ان شاء الله. اي نعم طالبينك في موضوع، لكن انت في البدايه ريح نفسك، اجيب لك شاهي قهوه عصير تبرد على فؤادك. لا حميد لا، خلي عنك، انا لا جاي اشرب عصير ولا قهوه ولا شاي. اي نعم، انا انسان عندي شغل، انسان ما فاضي مثلك، في شغل اهلا وسهلا، ما في سلوم متوكل. يا سلوم يا اخوي، انا الحين ما طالب منك شغل، طالب منك في موضوع ثاني. ما دام انك طالب مني في موضوع ثاني اجيك في وقت ثاني. هي ما دام المساله ما منها فايده انا مو قايل اسيبها. يا ابوي فيها فايده، فيها فايده. انا ما دام فيها فايده اتكلم، هات قول ساكت هيك فهمت. سلوم انت اخ وصديق وعزيز على قلبي. نعم، وانا متاكد من الكلام اللي بقول لك اياه ممكن تفهمه صح. حميد تو انت ايش تريد تقول بالضبط؟ انا يعني انا اريد اساعدك واريحك واخليك تلعب بالفلوس لعب. ايش قلت حميد؟ انا العب بالفلوس لعب؟ كيمو انا قنيت انا؟ ابوين الغوازي ما يكونن علي. اي نعم. لكن ايش قصدك انت؟ قصدي انا اريد القرب منك. ابو تريد القرب مني؟ تعال، هذا الكرسي موجود، تفضل قرب مني وتكلم وهات اللي عندك. انت بعدك ما فهمتني يا سلوم. انا قصدي اني باغي اتزوج بنتك سعيده. ايش؟ باغي تتزوج بنت سعيده؟ على سنه الله ورسوله يا سلوم. هي لكن سعيده حال ولد عمها، وانا اعتمدت منها كلمه، واحنا على هالريال نستعد على العرس. اللي انا عارفه زين يا سلوم يا اخوي ان سعيد ولد عمها ما ملك عليها لحد الحين، يعني ما صاير شيء بالمره. لكن يا حميد يا اخوي انا ما اعطينا كلمه، هي لك لانه هذا ولد اخوي. نعم، وانا الحين اريد منك كلمه الموافقه. اسمع انت، اقول لك ان الرجال عاد دافع المهر وجايب حقه، وانت قاعد تتكلم السوالف هذه. وانا مستعد ادفع لك اضعاف المهر. اذا كان هو دافع 2000 ريال انا بدفع لك 20,000 ريال يا سلوم. 20,000 ريال؟ كل ريال يضرب اخوه. نعم، عدا ونقدا. المهم انت تفكر. الله يهديك يا حميد، الله يهديك. بس مالك يا انسان، مالك ما جيت تخطبها من الاول؟ مالك مو فيك؟ ترى انا بغيت اخطبها من قبل يا سلوم، لكن ترى شغلتني التجاره، والحين انا اطلبها منك. ها ايش رايك؟ والله بعدني متردد ومحتار. وليش متردد؟ تاكد يا سلوم ان سعيده بتكون مرتاحه الى الابد معي، وكل تكاليف الزواج بتكون علي انا ان شاء الله. ها ايش قلت؟ مو انا قلت، ما هقول شيء، بس توكلنا على الله. يعني موافق؟ لا حميد الله، بعدني افكر شويه. خذ يا عبد الله. سعيد، هذا مفتاح الدرج، اذا هي استماره مطلوبه تحصلها في الدرج. يعني خلاص طالع اجازه يا سعيد؟ شو اسوي يا عبد الله؟ بروح يا اخي اجهز البيت قبل تجي فيه المدام واريح نفسي شويه بعد. ان شاء الله تكون اجازه سعيده وزواج سعيد واسعد يا سعيد. مشكور يا عبد الله يا اخوي، بس عموما يا جماعه ترى انا ما عندي دعوه لكم، بطاقات ماشي. ها احنا زملاء واصدقاء، البيت بيتكم في اي وقت. الحين تقول بيت بيتنا بعد عزومه حل هيش؟ احنا ما نحتاج عزومه اصلا يعني. طبعا احنا ما ننعزم، احنا المفروض ان احنا نيجي عشان نساعدك. صحيح. الله يخليكم ما تقصرون. يلا انا بروح عنكم الحين. انا بغيتك شوي يا سعيد. تفضل اخوي. اسمع يا سعيد، انت يا اخوي سعيد الحين مقدم على حياه جديده قايم على المسؤوليه، يعني المفروض انك تنسى حياه العزوبيه وحياه السهر يعني، واتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقك في هذا الزواج. مشكور يا عبد الله على هاي النصيحه الطيبه. وانا باغي اعزيك لانك ناوي تدخل قفص الزوجيه.
المكلل بالاشغال الشاقه المؤبده، لانك بتحاول انك تسعد زوجتك وبعدين اولادك. اسمح لي يا سعيد اني اقول لك اني اتألم علشانك، لانك تضيع اجمل سنين عمرك وشبابك وتكد وتتعب علشان غيرك. خلصت كلامك؟ اي نعم، ويا ريتك تاخذ فيه. اسمعني يا امين، كلامك هذا يدل على روحك وشخصيتك اللي ما تتحمل ادنى مسؤوليه، واللي يفكر بطريقتك هذه المفروض انه يعيش في الصحراء وبعيد عن المجتمع. بصراحة يا سعيد أنا خفت إنك تاخذ بكلام هذا الإنسان هذا وإنه يأثر عليك. لا يا عبد الله، هذا ما يأثر علي. عموما خليه مع نظرياته وأفكاره التعبانة هذه. آمين، زعلت؟ شوية. زي لا تزعل، خلاص لا تزعل. تعرف يا سعيد، بيجيلك يوم وبتقول ان الكلام اللي قاله امين صحيح. لين يجي ذاك اليوم يحلها لك حلال. ما شفت تلاقي سامع ما قلت انا شيء يا بنتي حق هذا الله يديك مالك. ما ودي شيء خبيث ولا قصدك كم منوال من ذا بكره. ودري عن هذا الكلام يا سعيد الله يوديك. سمعيني اقول ما بغير اقول لك يا بنتي انك تصير بيت زوج، والبيت عاد مسؤوليه ما كان بيت ابوش، والحرمه الزينه هي اللي تخلي زوجك مرتاح ما يشتي باس. زين وسمعيني وخلي حياتك مرة هادية ولا تصرفي في طلبات عشتي، سمعتيني؟ والأهم من هذا تخلي بيتك ضيقي مرتب مرة. إن شاء الله ما يعني أنا بصراحة أتمنى إني أكون دائما نظيفة وزينة. أتمنى الكلام ده بكل أساسي إن شاء الله. لا يصير. والأهم من هذا كله أسرار زوجي. كلمة ما ناديت طلعيني برا سمعتيني؟ ما بحب عن أسرار بيت برا علشان زوجي يحكيكم مش يقدرك. ما بعرف بتكون عيانا بابنتك تعيش حياة سعيدة الأبد. إيش قلت يا سلوم؟ خذ يا سلوم، خذ هذه 20,000 ريال وزوجني بنتك. هات فلوس، هات الفلوس وزوجك بنتي على سنة الله ورسولك. هات طول عمرك عبد الفلوس يا سلوم، وتو جاي بيها بنتك. أنا ضميرك يا سلوم، ضميرك وجاي أنبهك. ضميري؟ ومن هين جيت يا ضمير؟ من هين جيت؟ من داخلك. الله يهديك يا ضميري،
تقول تمازحني؟ كيف من داخلي؟ مو يعني انا جراج وانت واقف فيه وامو؟ ها ايش قلت يا سلوم؟ صبر شويه يا حميد، هذا هنا خلي يصير اول. ما في وقت يا سلوم. كيف يعني ما تحب الفلوس؟ احبها والله العظيم احبها. خلاص يا حميد خلاص ازوجك بنتي، خلاص انا موافق. ما تحب بنتك يا سلوم؟ وحد ما يحب بنته؟ انت ما تحبها لانك تريد تبيعها لحميد. لا انا ما ابي بنتي، انا خلاص ما موافق. تضيع على نفسك يا سلوم. هذا 20,000 ريال غير الأراضي والبنايات واللي تقول عليه. تريد تضيع على نفسك؟ ما مني أنا يا حميد، هذا معذبني. دوس عليه. معذبني هذا يا حميد، معذبني، شاقني بحياتي. نعم ما عليك منه، الفلوس هي كل شيء. لا تكون ظالم يا سلوم، لا تنسى كلمتك لسعيد. ما عليك منه، الفرصة اللي تروح ما تتعوض. الظالم نهايته حزينة، لا تظلم بنتك وسعيد يا سلوم. ما عليك منه. بس حلفتوني. نعم تو صدق من فيكم. اصدق انت يا احمد ولا ابو؟ هي ضميري باه، هي صرت هو ضميري. تعال شيت قهوه عندي. ساوي مسكين ضميري. وابوي نبح من ساعه ما قزح، رحت في كابوس. نعم الو. نعم سلوم. ها كيف بدك الحين؟ زين وانا في انتظارك بعد. اكيد سلوم وافق على زواجي من سعيده. سلوم طماع ويبيع كل شيء علشان الفلوس، والبنيه تستاهل. بنية صغيرة تدعبني بشيبتي وتجدد شبابي. خلاص عاد سعيدة بعد يومين بتستوي في بيت سعيد عاد. ايش يعني عندك مانع؟ عارفك فهدان غيران مني لاني انا اللي بتزوج ما انت، مو عندك مانع ما يخصك. وليش يكون عندي مانع؟ انا فرحان مبسوط، زواج اختي ذي الحلوة من ولد عمي، ليش ازعل؟ شكرا. بس المسكين سعيد عاد يوم ما يتزوجش بيستوي اسمه تعيس، لانش بتحولي حياته نار في نار. فهد فعل الله ولا فعلك ان شاء الله. كذاك تقول عني وعن سعيد كذاك. ان شاء الله يا رب تتزوج وحده وتحولك من فهد الى انسان زهق. والله خلاص ابوي خلاص، ما له داعي تعصبي، انا قاعد امزح معاش. ما زين عليك فهد تقول عني وعن سعيد كذاك، ما زين. ان شاء الله انا حياتي مع سعيد تكون كلها ثلج في ثلج وجليد في جليد وعسل في نحل. خلاص ابوي خلاص، عسل في نحل. توبه ما بسويها مره ثانيه، بس عاد اخاف ذاك الدعاء ابو دعيتيه يتحقق واتحول من فهد الى اسد ان شاء الله. انا ترى بنوبه بعد كنت اتغشمر فيك فهد. نوبه انا سعيده صاري، انا عارف انك تغشمري، وان شاء الله انا طبعا اتمنى لك كل خير وايامك تكون سعيده وعسل في نحل كما قلتي، وما في شيء يعيقها الفرحه ان شاء الله. ان شاء الله. نوبه انا فهد لا يوم اتزوج ويوم ابوي يوم ذيك اليوم تجي متاخر البيت ويجي بيضربك تعظم عندي وما خبر انك عندي. والله عقب الشيبه بسرعه تزوجي. ها سلوم بشر، انا تراني جاهز وفلوسي جاهزه. اسمع يا حميد، انا جاي اقول لك اني ما موافق على زواجك من بنتي. افا كيف يا سلوم؟ انا قلت بتوافق. لا انا لا يمكن اني ابيع بنتي ولو باموال الدنيا هذه كلها.
اسمع يا حميد، انسى هذا الموضوع، انساه وخلي مصالحنا في الشغل وبس. اسمع سلوم، إذا كان تشوف 20,000 ريال شوية أنا مستعد أضاعف لك المبلغ. ولا أنا عارفة عنك زين إنك تحب الفلوس موت. حميد، أنا قلت كلمة ولا يمكن إني أتنازل عن كلمة البر. الفلوس زينة ومغرية وما حد ما يحب الفلوس، لكن نوبة أنا أعطيت كلمة لولد أخوي سعيد ولا يمكن إني أتنازل عن كلمتي، وما أقدر أضحي ببنت سعيدة وأزوجها لواحد شايب مثلك. تعرف ليش؟ ليش؟ استحي على وجهك. يوداني داني ودان داني داني اللي دان. خديجة يلا بسرعة، خديجة ترانا تأخرنا يلا. زين الله يهديك خلفان، مالك ذاك دوم انك انت عقيل مستعجل. الله يهديك. انت صار لك ساعتين تدعين زين وزين وزين وزين، ايش هذا كله؟ انا ابغى اعرف انت ايش جالسة تسوي؟ ايش جالسة تسوي؟ لا انا الظاهر دخلت بيت بالغلط. انت خديجة انت؟ مالك خلفان الله يهديك ما عرفتني؟ صراحة يا خديجة انا اكذب نفسي اذا قلت اني اعرفك. انت لابسة وبعدين ايش مسوي فوقك انت؟ ها عجبتك؟ عجبتيني بس انت لفيتي راسي، لفيتيه. ليش عاد خير ليش عاد كل هذا خلفان؟ والله ايش صوغ وذهب وملابس تتلاصف زرق ورق، ليش كل هذا؟ هذا انتو يا الرجال شغلتكم الوحيدة انكم تعيبوا على زوجاتكم. يا خديجة انا ما جالس اعيب الحين ولا جالس اعيب، انا جالس اسال ليش كل هذا؟ تو انت ما ساير عرس صديقك سعيد ومتصفد ومتزقرد وحاط لك العطر اللي هو واصل حدك؟ انا بعد رايحه عرس صديقك سعيد اللي بتكون فيه سعيده زوجة سعيد، هي جارتي وصديقتي في المستقبل. وبعدين انت ايش باغي الحريم عني يقولن في العرس؟ يعني ما نصير كذاك لا متصفده ولا متزينه؟ هذا انتوا يا الحريم، هذا طبع فيكم. فلانه ايش لابسه، فلانه هي ماشيه، فلانه ما رايحه ايش هذا يا خديجه؟ ايش هذا؟ اقول خلفان نعم. انت تو ما ملاحظ شيء؟ خير ايش بعد انا؟ ما ملاحظ انك انت اللي معطلنا عن العرس؟ بس بيكون انتي غاوي ها؟ يا سلام يا سلام يا سعيد، تفضل اخوي تفضل. هين العريسين الله. ايش هالزين السلام عليكم. هلا خلفان اخوي هلا. ما شاء الله الله يبارك. سعيد الزفه واصله وانا عاد سبقتهم لعندك، يلا جهز بسرعه الناس تنتظرك. ما تقصر يا اخوي يا خلفان، تعبناك اخوي. عفا عليك يا سعيد اخوي، عفا عليك، هذا واجب، احنا اهل واخوان واصدقاء وجيران. لكن عاد الظاهر انت يا المسكين انت اللي تعبان باين عليك. ها ما عليه يا اخوي ما عليه، علشان خاطر سعيده كل شيء هون يا خلفان. الله. نعم الله. واجب. احنا وسعيده يا اخوي تربينا مع بعض في بيت واحد، واليوم الله يجمعنا ببيت واحد واحنا زوجين. شوف الدنيا كيف. ان شاء الله ييسر عليكم اموركم ان شاء الله وتعيشوا في حياه سعيده باذن الله. الله يسمع منك ان شاء الله. لكن عاد سعيد انا عندي سؤال. خير. عمك سلوم الحافي ايش اخباره عندك؟ ما بكني غلطت انا يوم قلت الحافي؟ لا ما عليه اخوي خلفان، ما سموه الحافي ترى الا من جوره من بخله. صحيح ان عمك سلوم هذا الحافي بخيل، لك شويه لك. اسكت عاد يا خلفان مالك، عارفه ما حد يعرفه مثلي، بخيل. باه عفوا على سعيد، تفضل سعيد هبش. احسنتي ما احسنتي. سعيدة يابا مو سويت ابو جبانتي؟ علمني بها خير ان شاء الله. بعدش تساليني؟ باغي تقتليني؟ باغي تقسمي انتي؟ باغي تجيبي لي السكتات؟ سلامات عمي، وليش عاد هذا كله؟ ما تشوفها يا سعيد يا ولدي، ما تشوفها؟ هذه انسانه مبذره والحومه المبذره ما زينه. شوف انت عاد جايبه تفاح وجايبه عنب وجايبه موز وجايبه طب حال شخص واحد. الله يخيب ريزك. شيلي كل هذا وخلي الطب بس عيب فضيلة. لا ما تشيلي خذوا قدام شوفي. زين ابوي سعيده ردي وتعالي بسرعه يلا ردي. وباغي انت لو بحكي بسرعه وباغي. ابن عمي ما قصدي شيء، اقصد يعني تجي مره واحده وتشيل الرطب بعد. ما في داعي. شيلي باكي سعيد عم فؤادك حبه خف. شيلي باكي وابويا فكرني شيلي كل هذا ما غريب. غريب بقى انت سعيد
ما ولد اخوي انت؟ لا عمي ما غريب. والله العظيم سوالف. والله العظيم سوالف. انت ايش يضحكك سعيد الحين؟ ايش يضحكك؟ تذكرت عم سلوم وسوالفه. صحيح انا سماه الحافي ما غلط. تفضل اخوي دخلت. تفضل. هالمعرس. اهلا امين. شوف تراني جيت عشان لا تقول اني ما جيت، وعبد الله بيلحق علي. المهم اني انا جيت. جاي تهني ولا جاي تعزي امين؟ شوف سعيد بصراحة إذا كان زواجك هذا ناجح ويشجع إني أتزوج بتزوج. المهم نسيت أعرفكم على بعض. خلفان جاري. نعم أنا خلفان جاره. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا أمين. نعم. زميله في الشغل. نعم. تصدق إني نصحت عن الزواج، لكن مصر الرجال مصر. أنت مو رايك في الزواج؟ تعب له. الأخ أمين أنا متزوج. اي نعم متزوج، وكنا متزوجين الحمد لله. يا رب ترحمني يا الله. وافقك يا سلوم انك تتقرب معانا. ايش هذه العمليه فوقتني؟ ايش هذه المخاسيب وحلت علي؟ غوازي راحت. فهدان ابا احنا وصلنا 4. كتب 4 كراتين. وافقني كتب لما عندك كتب ما بيدي يا اخي. 4 جواني عيش بسمتي من الزيت، و4 جواني سكر، وقولي لي قهوه سلامي. بس بقيت لك وافوي. الوالد ناصر الله يهديك. انت تستمر على هالحلقه بتكون صعبه واجد. ايش قصدك سيدي انت؟ ايش قصدك؟ انا جالس تتلوى كانك شيء عورك ولا اسكت. انت ما حاسب شيء تلعب، ما حاسب شيء. حسن شقاوي هذا شقاوي. لكن الله يصعب بعد التمرد. ان شاء الله. موقف. ايش اللي فيني سعيد؟ ايش اللي فيني؟ يا ما وصيتش هذه بالي على نفسك. كمان ما عارف تضروش براعي ليش بتسوقش. بس انا يا بنتي الله يخليك في بيت زوجك ان شاء الله تعيشي حياة سعيدة في بيت سعيد ان شاء الله. مثل ما وصيتش خلي بالك على سعيد، حب الله فيه، خلي في عيونك انتين. ان شاء الله في عيوني فوق راسي، ولازم بعد اداري واقدره ويقدرني عشان ما نكون زوجين سعيدين. بس ما افهم من كلامك هذا، يعني انت ما بغيت تروحي معي اليوم؟ يا بنتي انا ما يستوي لي اصير معك. ما يستوي كيف؟ بحواسك ولا مو؟ في ام تخلي بنتها وحتى في ليله مثل هذه؟
أنا معاك يا سعيدة بروحي يا بنتي. بعدين أنت ما غريبة على سعيد، الله يهديش، تحبي وما يحبش. من هو؟ ما أنا ما أصير وحدي عند سعيد. عقب زين يا بنتي، لو كل واحدة في ليلة زواجها تقول أنا ما أروح، ها الله يعلم بحالة زواجهم كيف تكون هذيك الليلة. بعدين هي ليلة واحدة، بكرة الصبح من نص الصبح أنا مغبشة عيتش. اي نعم. وبعدين انت فكري زين، فكري في حالة سعيد كيف تكون حالته مسكين الليلة. زين ما خلاص لا يهمش. كذا باش. تعدل يا سعيد، تراك معرس يا برابرك برابرك. بس ما قلت لي يا سعيد. نعم. ايش شعورك في مثل هذا اليوم؟ والله شعوري شعور اي مواطن يا عبد الله يا اخوي. كيف بيكون شعوري بعد الله يهديك يا عبد الله؟ واحد تزوج مثل اليوم كيف بيكون شعوره؟ طبعا فرحان ومرتاح. لكن عبد الله اخوي احس عمري كاني بردان وجوعان شويه. الله يعزم فليسك يا سعيد. الحين فرحان وعرفنا انت ليش فرحان، لكن عاد بردان وجوعان هذه جديده. والله ما ادري ايش اقول لك يا عبد الله. هذا اليوم ما عشته من قبل، كأنه يوم وردي، كأني أحلم. هذا شيء طبيعي يا أخوي سعيد. هذا اليوم أكيد غير عن الأيام الثانية، لأنك في هذا اليوم بتودع حياة العزوبية وتدخل الحياة الزوجية. في هذا اليوم بتترك أيام الملل وبتدخل الحياة الأسرية. في مثل هذا اليوم بالذات. الله يهديك يا عبد الله، تخطب الجمعة أنت قاعد لي هذا اليوم وهذا اليوم. على العموم يا سعيد مبروك، وألف ألف 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 مبروك. أحسنت يا أخوي، أحسنت أخوي، ألف وألف ألف ألف مشكور. تسمع شيء؟ كنا نسمع شيء. اي والله كان نلقي معه وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا خلفان صديق سعيد. يلا الجماعة وصلوا؟ نعم. عجب أبوي، أحسنتوا أنتم ما قصرتوا مرخوصين. يلا ما يعني نسير؟ هي روح يلا روح عليك. الله يحفظك. مع السلامة. يلا سعيد يلا. صوقة الله. يلا يا ولد ارحمني يلا. ايش انا بليب وانا عايش فيه؟ يلا يا راسي في صداع.
متصدع راسي وبطني يحسني. ايش هالبلية؟ نعم اني مستبلي بحياتك يا سلوم، مستبلي. ايش هالمخاسير هذه؟ يا ناس ما دعكوا في حالتي، ما دعكوا في حالتي، ايش نموتها. نعم لو قبل مكاني كان انهش، مو عاد انا مسكين. حقه في وجهه، حقه في وجهه. يلا يلا وابو سعيده وابو. يلا دوك سلوم، دوك شرب ماء. هادي صبر لا تشرب ماء. دوك حبة حبوب، حبوب. مو قاعد لي حبوب. ما ابغى تجيبي لي المرض وتعطيني حبوب باغي تسميني. لا سمك يا سلوم. يلا هذا قساء جالس تصرخ وتتعاوى بطني وراسي. خذ اجيب حبة حبوب شوية يكون تهدى. سكتي كله منك انتي، كله هذا الصداع اللي براسي من مخاشيرك انتي. هلكتوني الله يهلككم، عذبتوني الله يعذبكم. مالك سلوم بعد تموت من المخاشير. خسوني الله. الحمد لله رب العالمين، اليوم عدت على خير وسعيدة صارت بيت زوجها. يلا يا سعيدة يا بنتي أتسوي لي خلوة في البيت مع حد حياتي. لكن صحيح يوم يقولوا مصير البنت تصير بيت زوجها. يا الله أنا أكبر وأدب وتستوي حريمة ويجي الزوج ويشيلها. لكن ترى هذه هي سنة الحياة، ما جديدة عليش. الله يهديش أم سعيدة. يا الله يا بنتي أتمنى لك إنك ترتاحي وتعيشي سعيدة في بيت سعيد يا رب العالمين. ما كذاك سلوم؟ لا إله إلا الله. عفريت عليك توك تصرخ وبطني وفقري مسرعك عاد تشوخة. لكن أقول شيء، استرحنا يوم غفيت. السلام عليكم يا جماعة. وين سعيدة؟ سعيدة! أفا؟ وين صارت سعيدة؟ أنا في حلم ولا في حقيقة؟ لا والله في حقيقة. طيب سعيدة وين صارت؟ طيب أنا ماني متدودة. خبرك، يجي الإنسان في ليلة عرسه يتدوده شوية.